هنشيله. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده هنعمل عيش شامي بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله هينجح معاكي من اول مره، وهيطلع معاكي منتفخ من اول واحده للاخر. بس لو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. هنا انا حطيت 4 كوبايات دقيق اللي هي المعيار ده. شوفي بقى انت عايزه تعايري بالكوبايه اللي انت تحبيها. تمام. وحطيت معلقه سكر، وهحط كيس خميره فوريه. تمام. وهحط رشة ملح. ماشي. وبصوا هنعجن بلبن ومية. هنا هحط لبن ومية. بسم الله. طبعا هتحط شوية بشوية. هتدفي اللبن بالمية، نص كوباية مية على نص كوباية لبن. وهتدفيهم بس تدفية بسيطة. هنا بقى هرش شوية دقيق ونعجن بقى على المفرش. عجني بقى ايه، طلعي كل الطاقة اللي جواكي. بصوا هنرش بقى ايه في العجينة من هنا كده رشة زيت. تمام. ونكمل عجن. والعجينة تكون ملزقة شوية علشان تطلع معاكي ناجحة. بصوا مادام ايدك نضفت كده يبقى العجينة ابتدت تلم معاكي. هي ايه، لمت معايا اهي. انا هنا دهنة الطبق في زيت برضو علشان خاطر ايه متلزقش فيها. اهم حاجة يا جماعة العجينة تكون بتلزق شوية. تمام. انا هنا مسخنة الفرن. بسخنه مثلا قد 10 دقايق، وبعد كده بقفله واغطيها بكيس، وبعد كده بغطيها واحطها في الفرن ونطلعها لما تخمر. بصوا بقى اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى، بصوا على فكرة العجينة مع اللبن مش قادرة اقول لكم. طبعا انت على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. انا كنت عامله لهم قبل كده الصغننه الكبيره شويه اللي هو قد الرغيف بتاع الفرن، بس انا بصراحه عايزه اعمل لهم على قد السندوتش، على قد الكوره الصغنونه دي. وانا دهنه الصينيه كده فيها دقيق. بصي بقى يعني ايه، عايزه توزني براحتك، مش عايزه توزني وخليها على الله زي ما انا عامله كده يبقى احسن حاجه. وبرضو عايزه اعمله لهم بيضاوي كده زي بتاع السندوتشات. بصوا حاولوا تخلوا اللي هي القفله تبقى من تحت. ماشي اهو.
العجينه بصوا لينه قوي، بصوا بصوا بقى ما شاء الله جميله. انا هعمل برضو الصينيه دي صغير على قد السندوتشات، والتانية هعمله لهم بيضاوي، عارفين قد اللي احنا بنشتريه من المطاعم بتاعه الفول والطعميه. يلا قومي كده ايه، فرحي ولادك كده بشويه دقيق عندك وشويه لبن، تزوديهم حبه ميه وكيس خميره، مش هيكلفك اي حاجه واحسن من بره. على فكره انت بتروحي تجيبي كيس اللهم صل على النبي العيش. بصوا اهو انا كورته اهو، هنسيبه بقى لما يخمر هنغطيه تمام، واول ما هيخمر هنفرده برضو. يلا بقى نخبزه الرغيف اهو على طاسة سخنة قوي علشان ما يهبطش منك. وبصي يعني هو دلوقتي كده هو نزل في النار، نسيبه بقى ايه هي لحظة، بصوا وقلبي تاني بحيث انه هو كده هيتنفخ معاكي على طول ان شاء الله. بصي بيتنفخ ازاي. بصوا هنشيله واحد كمان اهو، برضه نقلب على طول علشان يتشمع بسرعة ويتنفخ. بصوا لما انا بقلبه بيتنفخ بسرعة ازاي ما شاء الله. بصوا بقى الجمال. يلا بقى حضروا الفطار واعملوهم كده ولادك يفطروا بيها الصبح. البيت اللي من غير دقيق حلو يضيق، طول ما انت عندك دقيق في البيت اعرفي ان عندك الخير كله. هكمل بقى الكمية. بصوا بقى الجمال، بصوا 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 ايه الحلاوة. ده طبعا على قد السندوتشات، مش ده اللي انتوا بتشتروه من بره من مطاعم كبيرة. بصوا بصوا الحلاوة، وكل ده من 4 كوبايات دقيق. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم، وما تنسوش تجربوه وتقولوا لي رأيكم.